Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. يلا. أهلا. أي استفسار حابين تستفسروه عن اللجوء أو شنو كان اسم الموضوع؟ نسيت. ايه يعني كلام عادي يا أهلا بيك سجل خزالي. سجل خزالي بالعكس، الطرق مفتوحة ولحد الآن، بس يمكن بالعكس هسه فتحت أكثر. قبل كانت مسدودة لأنه كان شتاء، وهسه جاي نفوت بالصيف وراح تبدي الطرق تنفتح أكثر من قبل أصلا، وأكو هجرة. يا أهلا بكم. أني مو جاية أستعرض هنا، جاية أنطيلكم كم معلومة وأتقي لله. علي الخالدي هذا نورك أكيد. سجل الخزالي، الخلل من عندك أعتقد، لهذا السبب ماكو عندك الصوت أو الصورة. يقين قيس، يا أهلا. أي استفسار حابين تستفسروا عن اللجوء بخدمتكم، إن شاء الله عندي المعلومات الكافية حتى أساعدكم بيها. مرتضى السعد، الغرض من البث انه ممكن اساعدكم عن معلومات الهجرة او استفسارات حابين تستفسروها عن اللجوء وكذا، يعني عندي ان شاء الله معلومات كافية للجوء وكم نصيحة كذا يعني انطيها لكم. ايه، يا أهلا بكم، نورتوا. أني من العراق. مرتضى السعد، أني لاجئة ساكنة بأستراليا مو بأوروبا. آدم محمد حسن، شلون شخيتوا؟ شنو أخبار حدود اليونان؟ إيش تقصد من هذا الكلام يعني؟
يقين قيس. ممكن تقدرين تستفسرين هنا، اسألي لي أي سؤال وإن شاء الله أرد عليك وأكون عند حسن ظنك. عماد الجنابي، دنو عندي إقامة في فنلندا، شنو الطريقة اللي أقدر أجي بها على أسرة أعيش بها؟ أم، ساكن في فنلندا تجي لأستراليا على شنو؟ بالعكس، حقوق فنلندا أقوى من حقوق أستراليا، ولو عجبتك أستراليا هالقد ممكن تجي وتحجز لك محامي وهو يمشي لك الأمور. اللجوء تكلف حسب الشخص، حسب اللي اتفق وياه. اها اي، اها انتي بأسرة، يعني بالنمسا وعندي خطيبة بسدني عمرها صغيرة 16، تقدر تسوي دعوة؟ ايه تقدر تسوي لك دعوة علي، شابة. تقدر تسوي لك دعوة وتجيبك هنا. اخ انكسرت ايدي من مسكة التليفون. احسان السعدي، اريد اسأل سؤال. مرتاحة وانتي بعيدة عن الناس اللي تعرفيهم وكلها تختلف عن تقاليدكم؟ بالعكس، لو حابب تبقى على عاداتك وتقاليدك تقدر تبقى، وأنا مو بعيدة، كل أهلي وناسي هنا الحمد لله والشكر. عماد الجنابي، نسيت سؤالك، آسفة. تفضلوا اسألوا. قصي الفتلاوي، ممكن مثلا تشوف لك بنت من برا وتحكي وياها، تتفق وياها على مثلا تدفع لها أو شي تقبل بيك. يقين قيس، أرد عليك بعدين لما أخلص البث المباشر، شلون أحكي وياك وأجي خاص يعني، عيب. أني بالكوم مدري إيش اللي 6 أشهر بعد ما أخذت الإقامة. تاخذوها الإقامة بس لأنكم